5 أسرار محدش هيقولك عليهم لعلاج مقاومة الأنسولين ومنع السكر قبل ما يبدأ. ودي الخطة العلاجية الأولى اللي بنبدأ بيها مع كل مرضى مقاومة الأنسولين، واللي بتبدأ تصلح الجسم خطوة بخطوة ويرجع لطبيعته تاني بدون أدوية وبدون حرمان. لأن الحقيقة إن مقاومة الأنسولين مش بس مشكلة سكر عالي، دي مشكلة أيضية بتأثر على الجسم كله، وزن وطاقة وتفكير ومزاج، وحتى كمان مشاكل القلب والكبد، زي طبعا ما شرحنا الفيديو اللي فات عن الاعراض واتكلمنا عن الموضوع ده كله بالتفصيل. وقبل ما نبدا في الاسرار فهختار من الكومنتات 3 اشخاص هنتابع معاهم النظام الغذائي والتدريب مجانا لمده شهر ان شاء الله، شرط الالتزام. فلو مهتم اكتب في كومنت متابعه، وان شاء الله الثلاثة اللي فازوا معانا هتواصل معاهم بكره باذن الله. السر الاول لعلاج مقاومه الانسولين اللي محدش هيقول لك عنه وهو المشي بعد الاكل مباشره. يعني بعد ما تاكل تتمشى من 10 دقائق لربع ساعه، لان ده هيقلل السكر في الدم بنسبه تصل ل 30%، لان العضلات هتسحب الجلوكوز من الدم مباشره، وده طبعا هيزود حساسيه الانسولين ويقلل مقاومه الانسولين. فاول خطوه تبدا بيها هو بعد كل وجبه تاكلها تتمشى لمده ربع ساعه، هيبقى عظيم جدا. وبعد كده واحده بواحده لما تبدا تتمشى وتخش في مود الرياضه، ابدا زود تمارين مقاومه، وتمارين مقاومه في البيت، مش لازم جيم. اعمل تمارين مقاومه في البيت، كنا عاملين نظام تمرين في البيت، الدفع والسحب والرجل. ابدا بتمرين ضغط وتمرين عقله، تمرين سكوات، اي حاجه تبدا تمارين مقاومه وتلتزم بيها 3 ايام في الاسبوع، هتفرق معاك بشكل كبير جدا. لان تمارين المقاومه دي بتحفز من زياده المستقبلات على العضلات، وده هيزود من حساسيه الانسولين ويفرق معاك. ده غير ان هي بتقلل من دهون البطن ودهون الكبد، فده هيزود من امتصاص السكر وتقليل الدهون وزياده حساسيه الانسولين، وده كله هيفرق معاك بشكل كبير جدا في التخلص من مقاومه الانسولين. فالرياضه والحركه سر اساسي لعلاج مقاومه الانسولين، حرفيا كانك بتقول لجسمك ارجع شغل الانسولين من جديد وزود حساسيه الانسولين من جديد. السر الثاني وهو الصيام المتقطع. الصيام المتقطع عظيم جدا، لانه بيدي فرصه للكبد ان هو يريح شويه، ما يبقاش عرضه طول الوقت انه يتعرض للسكر العالي والدهون المستمره، فده بيديه فرصه لتفريغ الجلايكوجين وزياده حساسيه الانسولين. لان الكبد ده هو اللي بيفرز الانسولين، واكتر حاجه تتعب الكبد هو طول الوقت يبقى متعرض لسكر عالي، سواء العصاير اللي بتاخدها، سواء السناك اللي بتاخدها كل شويه على مدار اليوم، فده يتعب الكبد ويسبب دهون على الكبد نفسه، ان هو يخزن الدهون في الكبد نفسه، وده يدخلك في مشاكل كتير. فانك تبدا تعمل صيام متقطع، سواء 12 مش لازم 16 ساعه صيام و8 ساعات فطار، لا، ابدا في الاول لو مش طبقتوش خالص ابدا 12 ساعه صيام 12 ساعه فطار، يعني اكلك كله يبقى في حدود 12 ساعه. تمام، يعني وليكن هتاكل الساعه 8 يبقى تنهي اكلك الساعه 8 بالليل، ما تاكلش تاني بعد 8. تمام، يبقى فطارك 8، تاخد غداك في نص اليوم على الساعه 2، عشاك 8. تمام، ومن بعد 8 لتاني يوم الساعه 8 ما تاكلش اي حاجه، يعني ممنوع الاكل ومشروبات ما عدا الاعشاب بدون سكر والماء. يعني وقت الصيام اشرب ميه، تمام، اشرب قهوه بدون سكر، تمام، قرفه، زنجبيل، ينسون، كل ده بدون سكر وقت الصيام، تمام، ما فيهوش اي مشكله. اما بقى في وجبه الفطار بتاعتك تكون غنيه بالاكلات صديقه الانسولين، وهي البروتين. البروتين كويس جدا، سواء بقى تفطر بيض وافطر جبن. البروتين بيزود من حساسيه الانسولين وبيزود من الشبع. وبعد ما تتعود على الصيام المتقطع بقى اللي هو 12 ابدا زود الساعات، يعني بدل ما كنت بتاكل 8 وتنهي 8، كل 8 وانهي 6. تمام، عشان واحده بواحده لحد ما توصل لافضل نظام، وهو نظام 16 ساعه صيام و8 ساعات فطار، واحده بواحده بالتدريج وما تضغطش نفسك. وقبل ما نقول السر الثالث، فمهم جدا انك تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد اول ما ننزله، وده هيدعمني ان انا اكمل في صناعه المحتوى ده، والمحتوى ينتشر لاكبر عدد. فعايزين نوصل الفيديو ده ل 2000 لايك. السر الثالث بقى وهو تنظيم الوجبات. عاوزين نعمل نظام غذائي صحي ذكي، احنا مش عايزين دايت حرمان وما تاكلش حاجه وامنع وامنع وامنع
وتكمل عليه اسبوع وترجع تلخبط تاني. لا، احنا عاوزين نظام ذكي بدون حرمان، وتبدا كده تزود من الحاجات اللي بتزود من حساسيه الانسولين وتقلل من الحاجات اللي بتسبب مقاومه الانسولين، وهيفرق معاك بشكل كبير جدا. واول حاجه مهمه لزياده حساسيه الانسولين وان الفطار بتاعك خاصه وجبه الفطار في الصيام المتقطع تبقى غنيه بالبروتين. تمام. ودايما البروتين كويس جدا لانه بيزود من حساسيه الانسولين وبيزود من الشبع، فخليك دايما يبقى الفطار بتاعك غني بالبيض، غني بالجبن، الغدا بتاعك يبقى غني بالسمك، غني باللحوم، غني بالفراخ، ده كله مهم جدا معاك. والعنصر الثاني وهو الخضروات الورقيه زي السبانخ، زي الجرجير، زي الخس، لان الحاجات دي غنيه بالمغنيسيوم، والمغنيسيوم ده بيحسن من استقبال الخلايا للانسولين فبيزود حساسيه الانسولين، ولسه هنتكلم عنه في المكملات في اخر الفيديو. العنصر الثالث اللي يبقى اساسي في اكلك وهو الدهون الصحيه زي الافوكادو، زي المكسرات، زي زيت الزيتون. الدهون الصحية دي كويسة جدا ان هي بتقلل الالتهابات الخلوية وبتزود من حساسية الانسولين، فمهم جدا تضيفها في نظامك الغذائي. والعنصر الرابع والاخير وهي مشروبات الاعشاب زي القرفة والجنزبيل. في ابحاث اثبتت ان القرفة والجنزبيل بتزود من حساسية الانسولين ان هو يشتغل بكفاءة ويقلل السكر في الدم. فخلي يا عم دايما يعني بعد الفطار يبقى فيه كوباية قرفة، بعد العشاء يبقى فيه كوباية زنجبيل، والشاي الاخضر كويس جدا وغني مضادات الاكسده كمان. اما الاعداء الواضحين اللي لازم تقلل منهم وهو العصاير، وحتى العصاير الطبيعيه تقلل منها، العصاير وكل المشروبات السكريه قلل منها لانها بتسبب ارتفاع مفاجئ للجلوكوز وبالتالي ارتفاع مفاجئ للانسولين، وده بيسبب خلل في اشارات الخلايا وبيزود من مقاومه الانسولين. العنصر رقم 2 اللي لازم تقلل منه وهو الدقيق الابيض والمخبوزات، برضو نفس الكلام بيعمل تحميل عالي للجلوكوز في الدم وبيزود من الدهون في البطن وفي الكبد، وده طبعا احنا مش عايزينه. العنصر رقم 3 اللي لازم تقلل منه وتمنعه خالص وهي الأطعمة المقلية والزيوت المهدرجة. امنعهم من حياتك وريح دماغك، تمام؟ لان هي بتسبب التهابات خلويه في الجسم كله، وفي نفس الوقت بتزود من مقاومه الانسولين. فلما تبدا تدخل الاكلات اللي قلنا عنها وتبدا تمنع الاكلات المضره دي، مش بس السكر اللي هيتظبط، ده دماغك هتفوق، جسمك هينضف، تركيزك هيزيد، نومك هيتظبط، هتفوق كل حياتك ان شاء الله. وده يودينا للسر الرابع اللي محدش بياخد باله منه رغم ان هو مهم جدا، وهو النوم. لان طول ما انت نومك مضطرب ومش بتنام كويس، ده بيزود من هرمون الكورتيزول، واللي ده بدوره بيسبب مقاومة انسولين، وتفضل في نفس الدايرة المفرغة دي. فنومك مهم جدا معاك، والابحاث اثبتت بالفعل الكلام ده، ان النوم غير الكافي مرتبط بزيادة مقاومة الانسولين لنسبة 25%. فمهم جدا تظبط نومك، وعشان تظبط نومك يبقى في روتين ثابت، يبقى ليه ميعاد ثابت، بتنام من 6 ل 8 ساعات في نفس الوقت، تمام؟ ويبقى الوجبة الأخيرة قبل النوم بساعتين 3، يعني ابعد الوجبة الأخيرة دي بساعتين عن النوم. وطبعا ابعد الموبايل بتاعك على الأقل خالص بنص ساعة لساعة قبل النوم، لأن هو بيقلل من إفراز الميلاتونين وبيسبب الأرق وبيخليك مش عارف تنام كويس. فدايما موبايلك ما تدخلوش اوضه النوم وريح دماغك. اما السر الخامس والاخير وهي المكملات الغذائيه، والمكملات الغذائيه دي دعم كويس جدا بس مش بديل، يعني مش بديل عن كل الاسرار اللي قلناها. هي بتدعم العمليه العلاجيه، تمام، بس مش بديل عن التمارين وعن الحركه وعن الاكل، ده الاساس، تمام. واول عنصر معانا ينفع ناخده كمكمل غذائي وهو المغنيسيوم، لان المغنيسيوم الدراسات في الفعل اثبتت ان هو بيساعد او بيحسن من استقبال الخلايا الانسولين، فكويس جدا انك تاخد مغنيسيوم. رقم 2 وهو اوميجا 3. اوميجا 3 كويس جدا، بيقلل الالتهابات وبيدعم صحة الاعصاب والعضلات، وهيفرق معاك بشكل كبير جدا. رقم 3 وهو فيتامين د. فيتامين د بيساعد على تنظيم توازن الهرمونات في الجسم وبيحسن من حساسية الانسولين وهيفرق معاك. رقم 4 وهو الكروميوم. الكروميوم برضو كويس جدا في تنظيم الجلوكوز في الدم وبيقلل الشهية، فهيزق معاك انك تقلل اكلك شوية حلوين ان شاء الله. الخطوات دي مش مجرد علاج سهل، لا ده اسلوب حياة، وكل خطوة من اللي قلناها بتصلح حاجة مهمة جدا في حياتك وتنظم حياتك، وخطوة بخطوة تبدأ بيهم تبدأ تظبط. مش لازم تاخد كل الاسرار مرة واحدة. والله بدأت النهاردة اظبط ان بعد كل وجبة بمشي ربع ساعة، حلو جدا، ابدأ اهتم بالعادة دي لحد ما تثبتها، وبعد كده خش على اللي بعدها تمرين المقاومة، بعد كده خش على اللي بعدها صيام متقطع،
وهكذا. هاتهم خطوه بخطوه. طيب انت عندك اراده وقوي كده وعايز تجيبهم مره واحده، التزم بيهم وابدا اعملهم، هيغيروا حياتك حرفيا ان شاء الله. سؤال دايما اللي بيجي بعد كده، طيب ازاي اعرف ان جسمي فعلا بيتحسن، والعلامات اللي هتدل على ده، وهل في تحاليل ممكن اعملها تدل على ان مقاومه الانسولين اتحسنت ولا لا؟ فلو تحبوا ان احنا، عشان الفيديو ما يطولش ده، فلو تحبوا ان احنا نتكلم عن التحاليل والكلام ده كله، فاكتب في كومنت تحت كلمه التحاليل، ولو لقينا في اقبال عنه ان شاء الله نعمله، مفيش اقبال نتكلم عن موضوع تاني. وطبعا ممكن تكتب شكوتك، يعني تكتب شكوتك كده في كومنت، ولو هقدر اساعدك على طول هرد عليك في كومنت. لو موضوع كبير ويطول شرحه هعمله فيديو كامل ان شاء الله. وبرده ممكن تكتب في كومنت تحب نتكلم عن ايه، وان شاء الله نعمله في فيديو. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك في القناه عن طريق انك تضغط على صورتي هنا، بحيث يوصل لك كل جديد اول ما ننزله ان شاء الله. ونشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.